كوكو مي بوتي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. واش حوالكم حبيباتي؟ كما شفتوا في عنوان لا فيديو، اليوم حنجرب معاكم ترند العجينه المطاطيه. يا خوتي منين ندخل لا فيسبوك لا لي شورت هذوك يا اليوتيوب، منين ندخل نلقاهم يهضروا عليها. قلت نجربها معاكم ونعطيكم رايي فيها بصراحه، وإلا جات مليحه وننصحكم بها ديروها في رمضان نقولكم ديروها، وإلا ما عجبتنيش بصراحه نقولكم ما ديروهاش. نتوما اصلا دومونديتو مني ندير لكم وصفات رمضانيه، واكثركم دوموندا لي صالي مملحه تاع رمضان. اي نجربوا هذه اول وصفه ونشوفوا. مقادير العجينه جد اقتصاديه. ديري مغرف صغيره تاع ملح، كاس ونص ماء يكون دافي، خلطيهم مليح وديري 4 كيسان فرينه. الكيل اللي استخدمته انا هو الكاس هذاك تاع ام وليد، الكاس الجزائري المعروف كاين في كل دار. الكاس هذاك اللي كيلت به. لمي بيديك مليح، لمي العجينه تاعك اي تجي حاكمه راحه ما تجيش طريه. فوالا البنات، ومن بعد حطيها فوق البلون دو طرافاي تاعك ودلكيها واحد 3 دقائق هكاك، دلكيها مليح حتى تولي لك ناعمه تحت يدك. ونكملوا الخطوات. هاني نعجم فيها. قولوا لي ونعتوا في التحضيرات تاع رمضان، كاش نيطواياج، كاش ما شريتو، كاش ما قولوا لي ونعتوا واش درتوا، كملتوا الكوزينه، كملتوا النفيط، كملتوا واش درتوا. شوفوا العجينه داك نقصها انا 8 قطع، ويجوني الحبيبات متوسطين. الا كان حبيتوا ديرهم صغيرين زيدوا قصوها، زيدوا ديروا 12 قطعه، ولا انا درت غير 8. اوكي. سينو حكيو لنا اسكو بروفيتيتو اليومين هادو اللي مدوهم ما قراوش فيهم الاولاد، شكون اللي بروفيتات دارت نيطواياج ولا كش ما طيبت هكا وجدات، ولا احكيونا في لي كومونتير كش ما تحضيرات درتوهم اكتبوا لنا. انا بصراحه ما درتش، كنت مريضه. انا قلت لكم اذا قدرني ربي السمانه هذه بربي ان شاء الله نبدا. ديجاني بديت درت شباح الصفراء. اللي حبت كوموندي البنات شباح الصفراء ولاية قسنطينه فقط، تعمل غير مع ولاية قسنطينه. اللي حبت كوموندي البنات مرحبا بها. اللي تحب تاع اللوز ندير لها، اللي تحب تاع الجوز ندير لها، واللي تحب مام اللي كاين اللي يحبوا تاع الكاوكاو ولا ظروفهم ما تساعدش يحبوا يديروا تاع الكاوكاو، انا نحترم الجميع وندير لها عادي. دوك نخلي لكم رابط صفحه الفيسبوك تاعي في اول تعليق، البروميير كومونتير. كتدخلوا لي كومونتير هذاك الاول تلقاو فيه رابط الصفحه تاعي، ودخلوا وشوفوا تلقاو الاسعار كامل تما تاع شباح الصفراء. واللي حابه كوموندي مرحبا بالجميع. نرجعوا للفيديو تاعنا البنات. هنا بعد ما كنت طرحت العجينه هذيك، كريات هذوك طرحتهم شويه حطيتهم فوق بعضهم وبالفرينه بيان سور. نجي ندوب مقدار تاع زبده، ندوبها مليح. وبعد ما تذوب لي نضيف لها كميه تاع الزيت، عندكم ميزانكم على حسب الكميه تاعكم تاع العجينه، ما كانش مقدار محدد هنا. وتبعوا الطريقه هذه راهي ضروريه، تبعوا الخطوات هذو لازم ديروها هكا، ولازم تحطوا العجينه تاعكم بالطريقه اللي راح نعتها لكم. ما نعرف علاه، مانيش شاف باش نقول لكم علاه، بصح لازم هكا. قالك هذه الخطوات راهي ضروريه باش تنجح لك الوصفه. شوفوا البنات، نحط العجينه تاعي الاولى هذيك ندهنها مليح بالزبده، لازم تشربوها مليح بالزبده. ونجي نحط الاخرى، شوفوا الطريقه اللي نحطها فوقها. فوالا هاك، ونبقى نكمل نفس الطريقه حتى نكمل العجينه كامل كما راكم تشوفوا. نظن بلي الطريقه هذه تخلي الزبده تقيس العجينه من لي كوتي في زوج منو من خاطر كي تحطيهم فوق بعضهم راح تسمى تقاس بالزبده من لي كوتي كامل. نجي هنا نغطيها مليح ونحطها في الفريجيدير ترتاح اقل شيء نصف ساعه. انا خليتها ساعه ونص. دركا نرجعوا للحشو. هنا انا عندي البصل وعندي الثوم وعندي 2 حبيبات تاع باذنجان، راح نحشي بهم الوحده تاعي لي صالي تاعي. الحشو اختياري كما حبيتي انتي، الشيء اللي عندك حطي. اوكي البنات، حكمت ربيت هذيك 2 حبيبات تاع الباذنجان وقطعت البصل تاعي وربيت 2 سنينات هذوك تاع الثوم. ندير لها الملح الفلفل الكحل وراس الحانوت، وندير كميه تاع زيت ونحطها فوق النار حتى يدبال وخلاص، حتى يدبال خلاص. وعندي هنايا كونتيتي تاع فيونداشي. بعد ما دبال لي الخليط نجي زيد نحط الفيونداشي هذاك ونجيب الجبن تاعي هنا نربيه
كاين فيديوهات لقيتهم داروا الوصفه هذه وما حشاوه بحتى حاجه، خلاوه هكاك الخبز هذاك وحده. دوك سا ديبون، كاين اللي يحب يحشيه، كاين اللي يخليه هكاك شايح ياكلو هكاك مع السوب، سا ديبون كل واحد وذوقه. هنا بعد ما طاب لي الحشو تاعي نحكم ندير في جبن المثلثات. حطيت غير 3 حبات، نخلطو مع الحشو مليح باش يذوب لي، وندير شويه تاع معدنوس من الفوق، والحشو راهو واجد. وشوفوا لي هنا العجينه، شوفوا القوام تاعها ولات مطاطيه على الاخر. هنا تعرفوا بلي راهي نجحت. نرجعوا دوكا للطريقه كيفاش نحلو العجينه تاعنا. شوفوا شتي الطريقه هذيك كما قاعده ندير انا، شغل نجبد فيها وندير تدرجات هكا، هذيك اوبليجي سينو تتقطع لكم. سايسوها فوالا، حركوا يديكم هكا وانتم راكم تجبدوا. راكم تشوفوا ولات شفافه خلاص. فوالا نحلوها بالطريقه هذه. نحط الحشو تاعي وندير كميه تاع الجبن، وزيد درت فوقو كميه تاع كومونبير. يبقى اختياري، قلت لكم الحشو كما حبيتو نتوما. فوالا نجي دركا نطويها الجهه الاولى، عدلوها حتى ملي كاطي ما تخليوهاش مدايره، ونجبد ونلوي ونجبد، رولي ونجبد. فوالا هاي الحبيبه تاعنا. كمل الكميه الاخرى، نحط الكميه تاعي كامله في البلاطو، ونجي ندهنها بيضه كنت خلطتها، وندهنها مليح ونزينها. حبيتو تزينوها بالسينوش، حبيتو تزينوها بحبه حلاوه ولا شويه زراره عندكم، ولا اعشاب معطره، ولا كما حبيتو نتوما. ليسونسيال انا نزينها ونحطها الطيب، ونرجعوا في اخر لا فيديو نشوفوا النتيجه النهائيه. ويا جمال ويا جمال، وشوفوا لي ديك الاحمرار. من هذا المنبر نقول لكم جربوا هالوصفه وما تندموش عليها. وانا شخصيا رايحه نعتمدها في رمضان هذا باذن الله، نديرها مع لا سوب ولا مع الشوربه، ولا المهم نديرها ما نندمش عليها. شوفوا دوك نعت لكم حبه، شوفوا وحكموا وحدكم. شوفوا نفتحوا مع بعضنا وحده نشوفوها. بسم الله. شوفوا لي شهيتكم في الجنه ان شاء الله. والله نورمالمون والله ديروا لي جام وديروا لي ابوني وتخليوا لي كومونتير. كما راني متعبه جالكم، وراني نتعب باش نحط لي فيديو هادو مع مونتاج مع كلش مع التربيه مع من. ما تستخسروش فيا جام للتشجيع وديروا ابوني. نحبكم بزاف. سلام.